عايزة أقولك أما تعملي كفتة اعمليها بطريقتي وما تراجعيش ورايا. بصي الجمال، بصي متماسكة ازاي، شايفة اللون والحلاوة، بصي زي الورد ازاي، ماسكة نفسها وهشة من جوه. لا وجوسي ولوسي وحاجة كده، شايفة بصي اخر حاجة كده، اخر طعام. يلا هاتي كيلو ونص مفروم وانزلي عليهم بباكو من العطار اللي هو ايه البهارات بتاعت الكفتة، وكوباية بقسماط ومعلقة كبيرة بيكنج باودر وبيضاية، بس كده. لا لسه كمان، وبصلتين حلوين محترمين كده، تكوني بشراهم ناعم، وتقعدي تعصري المية بتاعتهم. على فكرة اللي انا بعصرها دي انا حطيت العصير كمان على فكرة، معلش انا عصرتها الاول وبعدين لقيتها جافة رحت حاطة عصير البصل كمان على الكفتة. هي دي اللي خلتها ممخمخة كده وخلتها جوسي وجميلة قوي. وملح وفلفل بس، ما بحطش بهارات اكتر من الملح والفلفل بس، ما تحطيش حاجة تانية خالص. وقعدي بقى عجينيهم في بعض كده عجنة حلوة. وبعدين لقيتها جامدة شوية على ايديا رحت حطاها في الكبة حتة حتة كده لحد ما اتعجنت وبقت لفت معايا يعني، وبقت حلوة وكله اختلط مع كله زي ما انتي شايفة كده. بصي بقى هتبصي تلاقيها سمغت وعملت الشعيرات دي. خلاص كده زي الفل، جميلة جدا. يلا بقى هاتي طبق صغير كده حطي فيه معلقتين زيت على معلقة صلصة وشوية فلفل وملح بسيط وقلبيهم كويس كده. واقعدي بقى ادهني ايديكي كده واقعدي صبعي الكفتة بتاعتك. هاتي المفك عندك مفك زي اللي عندي ده الراعي الرسمي بتاعي، هو ده اللي بصب عليكم. بصي بقى ماسكه نفسها وحلوه ازاي وما بتقعش من المفك ازاي. صبعي على اي حاجه الموجوده عندك، انا عندي المفك ده هو ده اللي بعمل عليه الكفته الحقيقه. عايزه بس ادعي على الناس اللي حاطين عينهم علينا، يعني يا رب يا رب اللي يحط عينه علينا كده وعينه تتدب فيها 100 رصاصة. أول مرة يا رب اعوره خليه بعين واحدة، تاني مرة يا رب اعميه خالص عننا ويشغله بنفسه وما يتشغلش بينا خالص. ونقول بقى الدعاء بتاعنا اللي بيحفظنا وربنا هو الحافظ. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما بنا من نعمة فمن عند الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم دمها علينا نعمة يا رب واحفظها من الزوال واسترها معانا دنيا وآخرة، وكفينا شر المرض وكفينا شر الأذية وكفينا شر المستخبي وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بصي صبعنا الكمية كلها أهي وهشيلها في التلاجة. انا شلتها يومين في التلاجة، غطيتها بستريتش ولا جرالها اي حاجة، طلعتها على الفرن على درجة حرارة 220 على الرف الاوسط، قعدت نص ساعة وخرجت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. رحت مولعة الفحماية وطفيت الفحماية كده بأي حاجة، بمعلقة سمنة معلقة زيت زي ما تطفيها، وغطيها كويس كده علشان تاخد ريحة الشوي وتبقى بالجمال اللي شفتيه ده وبالريحة الجميلة الروعة. العيال ما بقوش مصدقين، كانت في منتهى الجمال فعلا، حلو قوي. وأكلوها بألف هنا وشفا وعجبتهم جدا جدا جدا. ولازم تجربيها، جربيها عشان تدعي لي دعوة حلوة كده، وربنا يا رب يكفيني ويكفيكوا شر عيون الناس. أعوذ بالله أعوذ بالله. وألف هنا.